حرقت زوجها بالزيت حتى فارق الحياة اليوم. امرأة يمنية داخل السعودية، زوج وزوجة، فجأة الناس تسمع الأخبار حرقت زوجها بالزيت، سكبت الزيت له فوق وهو نايم، وجلس شهر مرقد بالعناية المركزة واليوم فارق الحياة. وين هذا؟ داخل السعودية. والأسباب ومن المسبب وإيش اللي حصل وإيش سبب الكارثة وإيش وجهة نظر الناس وإيش مصير الأطفال، كلها قضايا والله العظيم يعني يرثى لها الحال صراحة. والله لا يوريها أي أسرة ولا يرويها أي شخص، لأني والله مشاكل وأسباب فعلا تدمر وتهدم بيوت مهما كان أساسها. طبعا هذا القصة وما فيها، اثنين من تعز دخلوا السعودية. الزوج بعد فترة كان يعرف شخص من القرية عندهم، كلمه خذ المرأة والجهال وسرحهم، طلع لهم جوازات، فسار يطلع لهم الجوازات عشان يسافر السعودية اللي هي مرته والأطفال. فطبعا بعدين المرأة قالوا بزت رقم الرجال، فالرجال كان صح هذا السواق صاحب السيارة كان يكلم ويراسلها انه جاية وانه يجيب الزهم وانه يخرجهم وانه يبزهم مشاوير. طبعا فقالوا انه والله هو العالم، يعني ما حد يقدر يستبق المحدثات ولا حد يقدر يحكم، الله هو العالم وما يعلم اكيد بالقصة بالضبط اكزاكتلي الا يمكن الرجال ومرته هم اكثر الناس واعلم الناس بالقصة هذا والسواق هذا. المهم قالوا ان الشخص هذا كانت راسلها المرأة ويكلمها بانه كان يبتزها، فدخلت السعودية واغتربت بالسعودية وانه مكانه كان يبتزها وكانت ترسل لها مبالغ مالية، واخر الشيء يدور منها مبلغ مالي كبير ما قدرش ترسل لها المبلغ المالي كامل. فبعدين قام هددها انه ينزل منشور ينزلها بالفيسبوك صورها اللي هو كان يتصل صوت وصورة داخل الايمو. طبعا المرأة قالت له بالاخير وصلت خلاص باعت الدنيا، يعني خلاص انا ما عاد جهديش ما عاد قادر ادفع، كملت فلوسي كلها انشر. طبعا الرجال نشر المنشور بالفيسبوك ونزل صورة المرأة، واللي رسل للزوج يرسل. طبعا الزوج اول ما شاف خلاص فارت بها الدنيا وطلقها على طول وقال لها الشارع بكره تبكري الشارع هنا وفضيحتش بجلاجل. المرأة خلاص جو قد خاربة والحقد والغل داخلها وصل مليون، فبزت الزيت حمت لها ما فار وهو نايم وسكبت الزيت له فوقه ودخل العناية المركزة وإلى اليوم هذا ومات وانتقل إلى رحمة الله تعالى. طبعا راح ضحيتها الزوج والشخص المبتز اللي هو من نفس القرية حقهم، مسكوه اليوم بالحوبان وهو الآن تحت التحقيقات وانهم يحققوا معاه. يمكن يمسكوه قبلها أو اليوم، أهم شيء إنه الآن ممسوك وجالسين يحققوا معاه، ولكن راح ضحيتها زوج بريء، زوج لا ذنب ولا جنب، ذنبها الوحيد انه اكتشف المصيبة واصبحت المصيبة براسه. فكارثة، ونتمنى من الناس الثواني ان يعلموا من الكارثة هذا، كل أسرة يتعلم من الكارثة هذا. والله العظيم انه يعني فعلا كارثة محزنة، ونتمنى انه ما يصيب اي مخلوق هذا الكارثة.